السلام عليكم متابعين الكرام، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم والف مرحبا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا كما كتلاحظوا فغادي نشارك معكم الدجاج مشوي على الشوايه الكهربائيه بتتبيله رائعه. ان شاء الله تبعوا معايا الطريقه. فاول حاجه غادي ناخذ الاناء اللي غادي نخلط فيه التتبيله ديال الدجاج. عندي الزنجبيل، تقريبا ملعقة صغيرة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود أو الإبزار. عندنا كذلك الكركم نصف ملعقة صغيرة. غادي نضيف بعدها الفلفل الأحمر الحار غير القليل، تقريبا رأس ملعقة صغيرة، ما نكتروش. البابريكا أو التحميرة ملعقة صغيرة. غادي نضيف القليل من التوابل ديال الدجاج، بس القليل، تقريبا راس معلقة تقريبا. وعندي صلصة الصويا كي كتشوفوا. غادي نضيف القليل من الشطة السائلة او الحار السائل. الى عندكم الهريسة ديروا الهريسة، فالتتبيله كتجي غزاله وما كيجيش حار الدجاج، بالعكس كيجي مذاقه عادي. والقليل من الملح على حسب الرغبه يا متابعيني. فغادي نضيف كذلك زيت الزيتون والقليل من الماء. القليل من الماء، ما نكترش الماء، تقريبا ملعقه كبيره ديال الماء. غادي نمزج الخليط ديال التتبيله ونجيب الحبات ديال الدجاج. فانا شديت دجاجه، يعني حبه دجاجه وحده، نظفتها مزيان، زولت ليها الجلد، وكي كتشوفوا الصدر ديال الدجاج ففرقته على يعني فتحته بالسكين باش يجي سهل في الطهي ديالو. وعندي الاجنحه، يعني جميع القطع ديال الدجاج، اجنحه، الفخاذ، كل شيء ضربتهم بالسكين باش ديك التتبيله ندخلها مزيان. من بعد ما تبلتهم غادي نغطيهم بالورق الغذائي ونحتفظ فيهم جانبا باش تدخل ديك التتبيله جيدا في الدجاج. فاش وصل الوقيته اللي بغيت نطهي فيها الدجاج فجبت الشوايه كي كتشوفوا الشكل ديالو، سخنتها 5 دقائق. دابا غادي نبدا نوضع في القطع ديال الدجاج تدريجيا كي كتشوفوا كي كتلاحظوا في الفيديو. فهذه التتبيله كتجي غزاله رائعه، غير جربوها ان شاء الله تعجبكم وتخليوا لي تعاليقكم كيف خرجت لكم الوصفه. صافي دابا غادي نخليهم يبداو يتشواو على هذه الجهه. من بعد غادي نقلبهم للجهه الثانيه حتى نكمل الطهي ديال الدجاج. كي كتشوفوا خليتهم حتى تشواو على الجهه الاولى، من بعد غادي نقلبهم للجهه الثانيه بنفس الطريقه حتى نكمل الطهي ديال الدجاج. يعني هي وصفه سهله وسريعه التحضير وما كتطلبش منكم وقت، يعني وصفه خفيفه للعشاء، ولا الا بغيتي توجدي غدا خفيف فهي وصفه رائعه. ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وكيف كنقول لكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، من التعاليق، التشجيع ديالكم يا اخواني، بارك الله فيكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج. كي كتشوفوا كيجي منظر رائع، وكذلك التتبيله والمذاق رائعين. ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ووصلنا لنهايه الفيديو متابعيني، خليتكم في امان الله، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.